حسيت بالمجموعة المهندسة علا مهندسة عاطف وزملائها وكلموني عن المشروع عن تطوير هيئة التعليم والمنطقة المحيطة. فكان عندي فكرة فكانت المرة دي زيارة على نشوف على الواقع ونشوف احنا ازاي نقدر في المستقبل نشتغل كلنا مع بعض نخلي المنطقة دي زي ما نسميها متحف مفتوح، يعني ما هياش أجزاء متفرقة لكن الناس تمشي طول ما هي ماشية بتشوف، لأن القصير يعني زي ما انتم عارفين مش بس هي منطقة تقع على البحر ولكن لها تاريخ. يعني ندخل يا دكتور نمط السياحة الثقافي مع الترفيه. دي واحدة. الحاجة الثانية في الحقيقة كلموني عن مركز تطوير التعليم، وفي الحقيقة يعني كلموني بس أنا يعني ما كنتش أتوقع أو كنت أتصور إنه وصلوا للدرجة دي من الإتقان. وأنا حتى لما كنت بكتب في الكلمة قلت يعني الواحد بقى يبقى مطمئن على مستقبل مصر، لأن هو صناعة مصر المستقبل هي تبدأ بالتعليم. اللي بيحصل هنا في الحقيقة بيكون متميز جدا، وأنا يعني أدعي إن أنا ليا شغل كتير مع مؤسسات المجتمع المدني بالذات العاملة في التعليم، ولكن اللي شفت النهارده هي شيء أنا نفسي يعني تأثرت بيه جدا وربنا يبارك لهم. يعني أنا ما أقدرش إن الواحد يقيم العمل ده تقييم، إن شاء الله ربنا يجازيهم خير عنه بإذن الله. احنا بنتكلم عن برنامج الزيارة حضرتك النهارده واستمرار الزيارة هيبقى كام يوم؟ هو ان شاء الله البرنامج الاساسي كله النهارده. الصبح عملنا كان اجتماع سريع بنتعرف على الموضوع عامه، وبعدين عملنا زياره ميدانيه الاماكن الاثريه الاساسيه في البرنامج ده، وبعدين جينا عند السنتر هنا، وبعد كده في اجتماع تاني مع الناس اللي هم يعني مستعدين يساهموا في تنفيذ المشروع ده. وبعد كده في بالليل بالنسبة لي هيبقى في محاضرة إن شاء الله بإذن الله. لذلك لما كنت بتكلم عن المستقبل بتكلم محاضرة بتكلم فيها مصر بين الحلم والعلم. يعني احنا اللي بقول فيها انه المستقبل صناعة إنسانية. المستقبل يفرق عن الغيب علم الله سبحانه وتعالى يدير به الكون، أما المستقبل فهو صناعة إنسانية. واللي أنا بشوفه هنا هو يعني مصنع للمستقبل بالحقيقة، ودي صناعة في منتهى الصعوبة وفي منتهى الأهمية. فيمكن محاضرة بتدور حوالين فكرة الوطن ويعني ازاي نحول الحلم إلى علم إلى واقع إن شاء الله. دكتور عصام، يعني نتكلم عن المرحلة القادمة بعد زيارة حضرتك لمدينة القصير في إحياء التراث داخل محافظة مدينة القصير. والله احنا اتناقشنا في الموضوع ده وبنشوف ازاي ان العمل اولا في مجهود كبير جدا تم، ويعني انا مش قادر اتصور ان ممكن ابدا ان احنا نهمل. اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي ايه احسن آلية، ايه احسن كيان يمكن يتحط في كل اللي حصل واللي هيحصل ان شاء الله باذن الله، بحيث يبقى تشوف المجتمع مكوناته ثلاثة، وممكن يكون اللي هيحصل ده في القصير هو نموذجي لمكوناته. هو القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص. فإحنا بنتكلم في إزاي الثلاثة دول يشتغلوا مع بعض. أنا واثق إن النوايا كلها طيبة من جميع الجهات، بس إزاي ننظم العلاقة دي ويبقى قصدنا واضح. وبعدين أنا النهارده شفت الاسم الشرطة القديم، طبعا حالته متهالكة جدا، لكن لما جيت هنا قالوا لي إنه كان زيه. إذا هناك أحلام ممكن، واخد بالك احنا شفنا سهلة في التحقيق اهو، ما ده كان زي اللي احنا فيه، واخد بالك ده هذا مصنع المستقبل اللي بسميه ده، ما هو كان عبارة عن مبنى قديم متهالك مهلك. فاذا التجربة بتقول لنا انه ممكن، ودي اهم حاجة نقول بيها، انه يعني لو استلفنا الكلمة يعني تقولوا يس وي كان. نعم، نستطيع ان شاء الله. اشكر حضرتك. شكرا.